السلام عليكم، كيف راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى خير. غير قولوا لي كيف دايرين، اش كتعاودوا، كيف دوزتوا العطله مع الوليدات، الناس اللي خدامين كيف دايرين، الناس اللي جالسين في الدار كيف مدوزين الوقت. جيسبر تكونوا كاملين مزيان. اولا سمحوا لي على هاد الغبره الخارجه عن الاراده. صراحه ما كنتش ناويه نغبر، لكن صافي ما بقيتش قادره نجلس في الدار وهي خاويه. راه غير هاد الاستوديو هو اللي مفرش، والشي الاخر راه حتى حاجه ما مفرشه. لا زرابي لا حتى شي حاجه، هنا فين كنبات وهنا فين كناكل وهنا فين كنخدم، حتى جاني الاكتئاب من هاد البلاصه. فدابا يلا حاولت نافونسي شي شويه، داكشي علاش غبرت عليكم. وغير كونوا هانينا البنات، عارفاكم كتقولوا لي بارطاجي معنا فاطمه الزهراء الفراش ديالك، ديكوراسيون ديالك. غير كونوا هانيين، انا كنتسنى غير نسالي وغادي نبدا نبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج على شكل فيديوهات ستوريات، لكن ماشي هنا وانما في الانستغرام. المهم هذا الانستغرام ديالي اللي هو لا ساكري تيري اف زد، بغيتكم كاملين تجيو عندي تما. واللي ما عندهاش انستغرام دير شي واحد على قبلي غير باش نبقاو نتوانسوا شويه. فيلا سيدي، الا كنتو موجودين جيبوا شي حاجه تشربوها، خذوا شي بلاصه ترونكيل، واجي نعاود لكم على القصه ديال اليوم. الحلقه ديال اليوم غادي نعاود لكم فيها على جوج ديال القصص اللي وقعوا في نفس الدوله، واللي كان بيناتهم فقط شهرين اولا 3 شهور. هاد القصص غادي يجيوكم تقريبا متشابهين شويه، واللي الاغلبيه ديال الناس يقولوا بالله عندهم علاقه ببعضياتهم. كيف ما كان الحال انا غادي نحكيهم لكم كيف ما تكتب عليهم، والراي الاخير كيبقى لكم نتوما. القصه ديال هاد النهار غادي تدينا لواحد الحي شعبي كيقولوا ليه عزبة عثمان، جا في منطقة شبرا الخيمة محافظة القليوبية. طريق هو واحد السيد اللي في النهاية ديال العشرينات من العمر ديالو. والديه ملي توفاو الخوت تفارقوا وكل واحد مشى يبني حياته. فهذه قبل بواحد 4 شهور طريق جابته الحياة لهاد المنطقة. جا للحي كرا واحد الدار صغيرة على قد الحال، تعرف على الجيران، تعرف على ولاد الحي، عاود ليهم على الظروف اللي داز منها، وانه ما عنده حد في الدنيا من غير واحد خوه اللي عايش على برا، وكتير شي انه كيعاني من مرض السرطان. فالناس ديال المنطقه ملي شافوا الحاله اللي عليها السيد وقفوا معاه، اللي تعاون معاه بناموسيه، اللي تعاون معاه بكاشه، اللي تعاون معاه بشويه ديال الماعن. المهم كل واحد تعاون معاه باللي قسم الله. وبالتالي باش يلقى باش يصرف على راسو، لقاو ليه حتى واحد الخدمه كغارسون ديال القهوه عند واحد السيد. المهم طريق هو واحد الشخص اللي متدين بزاف، فاغلبيه الاوقات ديالو كتلقاه كيتكلم غير على اسس الدين، كيفاش كيخص المسلم يتعامل مع اخاه المسلم، وان العباده ما كتجلاش فقط في الصلاه والصوم، وانما في العمل فعل الخير وفي الكلمه الحسنه الى اخره. وحتى الناس ديال الحي بكثرة ما كانوا كيشوفوه كيفاش كيجمع عليه الدراري الصغار وكيجلس ينصح فيهم، تاقوا فيه وداروه واحد منهم. المهم دا الشهر الاول على المجيء ديال طريق لهاد الحي، الشهر الثاني، الشهر الثالث، طريق في هذه المرحله غادي يبداو يتخلقوا ليه المشاكل مع المشغل ديالو واللي هو مول القهوه. والسبب انه كيغيب بزاف، لدرجه بعض المرات يقدر يغيب خدمته لمده ديال 3 ايام كامله بدون سابق انذار. فهاد الاخير منين كيعتذر منه طريق، يعني منين تيجي طريق كيعتذر من مول القهوه وكيشرح له السبب ديال الغياب ديالو، على انه عنده فترات علاج المرض السرطان اللي بعض المرات كيكونوا الاثار الجانبيه ديالها صعيبه بزاف على المريض وكتلزم عليه انه يبقى في الفراش. فالمشغل هنا واخا هكاك كيشوف حتى كيعيا كيلتمس ليه العذر، كيتفهم الامر وكيرجعو يخدم. المهم دازت الايام، واحد الوقت الطريق غادي يغيب الخدمه ديالو لمده ديال 2 سيمانات، وحتى الحي ما غاديش يبقى يبان فيه. ومن بعد هاد 2 سيمانات طريق غادي يرجع للحي مبدل ب 180 درجه. طريق غادي يرجع مبدل في طريقه اللبس ديالو، ولا كيلبس غير الحوايج الغاليين، هاز تليفون اخر ما كاين، وشاري ليه حتى الطوموبيل. الناس ديال الحي جاهم هادشي عجب. واسي طريق، من اين لك هذا؟ الناس كتبدل الحاله ديالهم في عام عامين وانت في 2 سيمانات. غير قول لنا كيف درتي ليها؟ طريق غادي يفسر الناس انه سبب هذا التغير اللي ولا عليه هو انه خرجت لي واحد الورثه من طرف الاخ ديالو الله يرحمه اللي كان عايش على برا، وهو كان غابر غير حيت سافر باش يقاد هاد المسائل. صافي هاد الشيء اللي كاين.
طارق هنا رغم الوضع المادي ديالو اللي ولا احسن الا وانه ما تبدلش، بقى في التعامل ديالو مع ولاد والناس ديال الحي، بقى في التعامل ديالو معاهم هو مره يدور مع الوليدات الصغار، اللي محتاج شي حاجه يمشي يشريها ليه، ملي يكون جالس مع صحابو في القهوه هو اللي يخلص عليهم. المهم من بعد هاد التغير كامل ولا كيتهلا في الناس ديال الحي بلا قياس بتحت مسمى الصداقه الجاريه، وبالتالي علاقته مع الناس ديال المنطقه عاد ما تطورات، لدرجه انهم هاد الناس ولاو هما اللي كيشجعوا ولادهم على المصاحبه ديالهم مع طارق، خصوصا الوليدات الصغار، هكذا يستافدوا منه شويه وينصحهم غير بالحاجه المزيانه. لكن بيني وبينكم طارق راه واخا قلت لكم عليه في الاول انه شخص متدين وان المجالسه ديالو كلها غير في التكلم عن الدين الاسلامي، لكن واخا هكاك كان كيتهلا في الدراري الصغار وديما عطيهم الفلوس باش يمشيو يلعبوا البلاي، يعني بدلوا جو شويه كيف ما كان الحال راه باقيين صغار. المهم من هاد الدراري ديال الحي اللي كيبقاو يجمعوا مع طارق كان واحد الدري سميتو احمد محمد سعد. السن ديال هاد الدري هو 15 سنه. هاد الولد كان كيحماق على طارق لدرجه انه كيشوف فيه على انه هو المثل الاعلى ديالو، وحتى الوالدين ديال هاد الدري من كثرة ما كيعاود لهم على طارق كيفاش كيعطيه وقت باش يجلس معاه، كيفاش كينصحو، كيفاش كيحل ليه المشاكل ديالو، الوالدين ديال هاد الدري بنفسهم ولاو كيعتبروا طارق على انه واحد منهم. نهار 15 ابريل من سنه 2024 احمد غادي يستأذن من والديه باش يمشي يلعب البلاي مع صحابو، من بعد غادي يغبر. والديه هنا غادي يبقاو نهار ومطار وما كيقلبوا عليه فين مشى، لكن والو حتى واحد ما عارف عليه شي حاجه. وصلت 8 ديال الليل، الخبر شاعت في المنطقه وكلشي خرج يقلب على احمد فين مشى، وحتى من طريق خرج يقلب معاهم ديك الليله، لكن والو، الدري غبر ليه الاثار. المهم هاد الحي رغم انني قلت لكم عليه حي شعبي الا وانه فيه كاميرات المراقبه، فالناس ديال الحي منين ما لقاوش الدري قرروا لانهم يديروا تفريغ الكاميرات المراقبه ويشوفوا شنو هي اخر بلاصه بان فيها احمد. فعلا قلبوا الكاميرات، بان اليوم احمد في الصباح دخل بلاي واحد الساعه ديال المكانه وخرج منه، مشى لعند طارق القهوه، بقى جالس معاه شويه ورجع عاوتاني دخل البلاي. من بعد خرج عاوتاني من البلاي، تلاقى بطارق ومشى معاه. هذا هو اخر ظهور ليه في الكاميرات، من بعد ما عرفوش فين مشى بالضبط. المهم سولوا طارق على اخر مره كان معاك فيها احمد، قال لهم بصح راه كان معايا ملي خرج من البلاي، انا كنت غادي في حالتي لداري، تلاقيت به هو يبقى غادي كيتمشى معايا. واحد شويه عيطوا لي شي دراري ومشى معاهم، فين مشى معاهم الله اعلم. صافي العائله والجيران بقاو الليل كامل هما كيقلبوا على هاد الدراري اللي مشى معاهم احمد شكون هما، ما خلاو شكون سولوا من صحابو، ساعه حتى واحد ما عرف عليه شي حاجه. الغد لي في الصباح مشاو قدموا بلاغ عند الشرطه، لكن بما ان التغيب ديال الطفل باقي ما دازش عليه 48 ساعه، فالبوليس هنا تعامل مع الامر بشكل عادي حتى داز ديك 48 ساعه، عاد مشاو داروا تفريغ الكاميرات المراقبه بنفسهم. لكن الفرق اللي كان هنا هو انه البوليس فاش لقى في تسجيل الكاميرات على ان طارق هو اخر شخص بان مع احمد، شكوا فيه، ماشي كيف حال الجيران، هذاك الشيء اللي جاوبهم به طارق هو اللي تاقوا به. فالبوليس منين شاف ان طارق هو اخر واحد كان مع احمد قبل ما يغبر، فبلا ما يخليو يحس انهم شاكين فيه، داروا تفريغ الكاميرات مراقبه اخرين اللي تقدر تبين لهم التحركات ديال هاد الطريق كيف كانت في النهار اللي غبر فيه احمد. والمحققين هنا من بعد هاد التحري غادي يكتشفوا ان طارق داك النهار راه قبل ما يتلاقى المره الاخيره باحمد كان مشى لواحد الصيدليه. المحققين مشاو لعند الناس اللي خدامين في هاد الصيدليه وسولوهم على شنو خدا طارق داك النهار من الصيدليه. فبالرجوع للكاميرات هاد الناس اللي خدامين في الصيدليه غادي يقولوا للبوليس بلا هاد السيد داك النهار راه دا من عندنا واحد المخدر برا وباكيه ديال القطن. المحققين هنا صافي ملي سمعوا هاد الشيء ولا عندهم احتمال كبير على ان طارق يكون هو اللي من مورا الاختفاء ديال احمد. لكن ملي جابوا عندهم هاد الاخير وبداو كيحقوا معاه، يعني ملي جابوا عندهم طارق غادي يقول لهم بلا هاد الشيء راه كناخذوا للاستعمال الشخصي ديالي. علاش؟ لانني مريض بالسرطان، وان هاد المسائل هادي ماشي اول مره كناخذها من هاد الصيدليه. لكن البوليس ما اقتنعش بهاد الهضره، مشاو سولوا الناس ديال الصيدليه اكدوا لهم الامر، مشاو سولوا الجيران ديالو والناس اللي كيعرفوه، مشاو سولوهم واش كتشكوا في السيد انه يكون هو مول الفعله.
المحققين هنا غادي يتفاجئوا من ان لا الوالدين ولا الناس ديال الحي كلشي كيدافع على طريق. مستحيل ان داك الانسان يكون هو اللي من مورا هادشي، مستحيل. فالبوليس هنا قدام هاد الافادات كامله شنو غادي يدير؟ الا كانوا الوالدين ديال الطفل المختفي براسهم كيدافعوا على السيد، شنو غادي يديروا هما؟ صافي خلاو طريق يسني على الاقوال ديالو وطلقوه في حاله. من بعد واحد السيمانه الجاره اللي دارها ملاصقه مع الدار اللي كاري طريق، فين ما تخرج من دارها تشم واحد الريحه خايبه خارجه من الدار ديال طريق داك النهار ما كانش في الدار. المهم هاد الجاره غادي تعيط على الجيران الاخرين حتى هما غادي يشموا الريحه، والاغلبيه فيهم غادي يقول ان هذه ما تكون غير ريحه الجيفه. اتفقوا هاد الجيران عيطوا للبوليس، لكن البوليس قبل حتى ما يوصل الجيران هنا فرعوا الباب ديال الدار ديال طريق ودخلوا. وفاش غادي يدخلوا داكشي اللي كانوا متوقعينه هو اللي شافوا. الجيران هنا غادي يلقاو على الناموسيه ديال طريق جثه اللي وصل لواحد المرحله متقدمه من التعفن. والغريب في الامر انه هاد الجثه الوسط ديالها خاوي، ما كاين لا مصارن لا قلب لا حتى حاجه، وحدها محطوطه واحد البلاستيكه اللي حتى هي كتخرج منها واحد الريحه كتجيف. الجيران هنا بهاو المنظر خرجوا هربوا على برا، حاولوا ما يقيسوا والو وتسناو البوليس حتى جا البوليس. بطبيعه الحال الخبر وصلت حتى الوالدين ديال احمد الدري اللي غابر، حتى هما جاو. المهم البوليس بدا البحث ديالو في مكان الحادثه، وبما ان الجثه اللي طلقات مواصفات الشكل ديالها قريبه بزاف من المواصفات اللي عندهم على الطفل اللي سميتو احمد، فديك الساعه دخلوا الاب ديالو لربما يتعرف على جثه من خلال الملابس ديالها. وللاسف غير دخل الاب قال لهم هذا ولدي احمد. البوليس هنا حاولوا يقلبوا على طريق فين هو، طريق ما كاينش. المهم هزوا الجثه صيفطوها لمصلحه الطب الشرعي، هزوا ديك البلاستيكه اللي قلت لكم عليها حتى يصيفطوها للطب الشرعي، وبالتالي تفتح محضر بتهمه الاتجار بالاعضاء. وبما ان هذا الشيء تلقى في الدار ديال الطريق خرجت مذكرات بحث على هذا الاخير، وفي وقت قصير تم القاء القبض عليه في واحد البراكه مهجوره جات حدا واحد المستشفى اللي سميتها الدمرداش، لان طريق غير عرف بان البوليس جاو للدار مشى تخبى تما. فمن بعد الاعتقال ديالو بداو البوليس كيحقوا معاه بتهمه الاتجار بالاعضاء، وبداو كيحاولوا يعرفوا منه شكون هما الناس اللي خدامين معاه، الناس اللي مكلفينه يدير هادشي، حيت بطبيعه الحال هادشي راه ما يقدرش يديرو غير هو بوحديته. لكن منين غادي يعترف ليهم طريق بشنو كاين، وايضا منين غادي يخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي اللي غادي يدعم الاقوال ديال هاد الاخير يعني ديال طريق، المنحى ديال القضيه كامل غادي يتبدل. والبوليس هنا غادي يلقاو راسهم قدام جريمه اكبر من اللي كانوا كيتخيلوا. تقرير الطبيب الشرعي قال ان هاد الواقعه اللي طرات ما عندها حتى علاقه بتجاره الاعضاء، والدليل هو ان الجثه تعرضت للتعذيب حتى بعد الوفاه ديالها، وايضا الفتحات اللي داروا فيها ما عندها حتى علاقه بالطب. وحتى من البوليس منين عينوا مكان الحادثه راه ما لقاو حتى شي اداه من الادوات اللي كتستعملوا اثناء العمليه، وحتى انه كاع داكشي اللي تحيد من الجثه تحط غير في ديك البلاستيكه اللي لقاو وحدها، واللي قلت لكم راه كانت كتخرج منها واحد الريحه كتجيف. لكن طريق منين غادي يواجهوه غادي يقول لهم شوفوا راه هذاك الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين، انا كنخدم في التجاره والسيد اللي كنخدم معاه كاين في الكويت، هو اللي طلب مني ندير هذا الشيء ونبيع ليه هذا الشيء مقابل 5 مليون جنيه. المهم هذا السيد تعرف عليه طريق غير في السوشيال ميديا، وشرط عليه انه الا لقى ليه الدري المناسب وبغى ينفذ فيه العمليه يدير معاه ابل فيديو ويخلي هذا الشخص يشهد مراحل تنفيذ العمليه خطوه بخطوه بلا ما طريق يشوف هذا الشخص شكون هو. فعلا طريق وافق، لكن قبل ما ينفذ هذه العمليه ضروري ما ياخذ تسبيق عليها. المهم هذا الشخص اللي ساكن في الكويت وافق وصيفط لطريق التسبيق ديالو، وبالتالي طريق قبل ما ينفذ العمليه الكبيره كان كيدير تجارب على الحيوانات هما الاولين، وبطبيعه الحال بحضور هذا الشخص. اي حاجه كان طريق كيحاول يدير فيها تجربه كان كيدير ابل فيديو مع هذا السيد بلا ما هذا الاخير يبان. وكان هذا هو الوقت اللي كان طارق غبر فيه ديك 2 سيمانات والحاله الماديه ديالو تبدلات. لكن البوليس منين كيواجهوه على انه هادشي اللي كيعاود واللي درتي راه ما عنده حتى علاقه بالتجاره، والدليل هو تقرير الطبيب الشرعي، طارق كيبقى شاد في الاقوال ديالو على ان هاد السيد هادشي اللي دار معاه، ودار معاه حتى البلاصه اللي غادي يتلاقى فيها بواحد الشخص اخر ويعطيه هاد المسائل.
المهم طارق من بعد ما تفاهم مع هاد السيد اللي في الكويت، طارق صور لهاد الاخير كاع الوليدات ديال الحي وصيفطهم ليه باش يعزل. وبالتالي هاد السيد وقع الاختيار ديالو على الطفل اللي سميتو احمد. فطارق من بعد اخذ موافقه هاد السيد، استدرج احمد لعندو للدار ونفذ فيه العمليه. لكن طارق منين سالا وطلب من السيد يرسل ليه الفلوس، كيتفاجأ من ان هاد الاخير كيقول ليه بلا هادشي راه ما مقنعوش، وانه محتاج شي واحد اخر اللي دار فيه نفس الشيء، يعني دار فيه نفس الشيء اللي دار في احمد. اما بالنسبه للفلوس فهاد السيد واعد طريق على انه الا قلب ليه على شي دري اخر في اقرب وقت غادي يعطيه الثمن اللي اتفق معاه مدوبل 2 المرات. طارق في هذه المرحله عاد ما زاد طمع، وافق وبدا كيقلب على شي دري اخر. وبما ان هادشي كياخذ بزاف ديال الوقت، فهاد الوقت هي فين بدات كتخرج الريحه من الدار وطارق تعتقل من طرف البوليس. المهم في هذه المرحله الشرطه خدات من عند طارق كاع المعلومات اللي محتاجين بخصوص هذا السيد اللي كيسكن في الكويت. ومن خلال البحث غادي يكتشفوا من ان هذا الشخص اللي كيتواصل معاه طارق هو واحد الدري اللي في العمر ديالو فقط 15 سنه. هاد الدري مصري الجنسيه، كيسكن مع والديه في الكويت ومازال غير كيقرا. يعني في الوقت اللي طارق خدام مع واحد الشخص اللي كيعتبروا انه واحد سيد كبير وكيرسل ليه الفلوس، هو فقط طفل اللي مازال عنده غير 15 عام. من خلال اتفاقيه التعاون الدولي اللي كاينه ما بين الكويت ومصر، غادي يتم القبض على هاد الدري وحتى على الاب ديالو. من بعد غادي يتم الترحيل ديالهم لمصر. وعلاش تم القبض على الاب ديالو؟ لان هاد الدري اولا هاد الطفل اللي داير هادشي كامل منين كان كيبغي يتواصل بالتليفون مع طارق، بعض المرات ما كانش كيستعمل التليفون ديالو الخاص، وانما كان كيستعمل التليفون ديال الاب ديالو. داكشي علاش البوليس شك في الاب ديالو لا يكون داخل مع ولده في هادشي. لكن المحققين من بعد غادي يتاكدوا من ان الاب راه ما عنده حتى علاقه بالامر، وحتى انه عمرو كان سايق الخبر لولدو شنو كيدير ليه وسط الدار. من بعد تحقيقات مع هاد الدري غادي تبين البوليس ان هاد الدري ما كيخدمش في التجاره، وانما كيخدم في الدارك ويب اولا الانترنت المظلم. يعني ملي كيتلاقى بشي شخص كيف حال طارق وكيتفاهم معاه على كل شيء، فهاد الدري كياخذ الفيديو ديال العمليه وبالتالي كيبيعهم في الانترنت المظلم بمبالغ خياليه. فهو منين تعرف على طارق وعرف بلا محتاج الفلوس، اقترح عليه فكره التجاره، لكن عمرو ما سيق ليه الخبر على انه متفاهم معاه يدير هذا الشيء غير باش ياخذ هاد الفيديوهات ويبيعهم. وبالتالي طارق حيت محتاج للفلوس وافق على هاد الخدمه بلا ما حتى يفكر شنو غادي يقول غدا قدام الله سبحانه وتعالى. وفي التحقيقات كذلك وعلى حسب البيان اللي نشرت النيابه العامه، تقال على انه هاد الشخص اللي عنده يلا 15 سنه هذه ماشي اول عمليه ليه. هاد الطريقه دارها مع بزاف ديال الناس لا داخل مصر ولا خارج مصر. فالناس ملي يقراو هاد البيان كلشي بدا كيقول عندك تكون هاد الجريمه عندها علاقه بداك الشيء اللي وقع للطالب اللي الاسم ديالو ايهاب اشرف عبد العزيز، واللي كان في العمر ديالو حتى هو فقط 15 سنه، واللي اصلا الدوافع والطريقه اللي تنفذت بها العمليه واللي اكيد غادي نعاودها لكم دابا غادي تحط قدامكم بزاف ديال التساؤلات وغادي تخليكم في موضع انكم مستحيل تثقوا بالدوافع ديالها. داكشي علاش خليني دابا نعاود لكم على هاد القصه بالديتاي ديالها، وفي الاخير قولوا لي نتوما شنو بان لكم فيها. القصه ديال اشرف غادي تدينا ايضا لمصر، وبالضبط لقريه 7 تابيت محافظه دقهليه ولا شي حاجه كيف حال هكا ما عرفتش نطقها. ايهاب اشرف عبد العزيز هو الولد الوحيد اللي عند والديه وسط 2 ديال البنات. ولد اللي رغم ان والديه مفشينو بلا قياس لكن الدري مربي متخلق وكيتعتبر من المتفوقين في الدراسه ديالو. وبالشهاده ديال الناس في الفيديوهات ايهاب شخص اللي محبوب من طرف كاع الناس سواء العائله الجيران او الاصدقاء، اي دري اللي خالي من المشاكل. المهم عائله ايهاب من العائلات اللي ما ناقصهم خير وايضا محبوبين من طرف الجميع. نهار 13 فبراير من هاد السنه اي من سنه 2024 ايهاب في هاد النهار كان عنده سوايع ديال الفيزيك عند واحد الاستاذ ديال الفيزياء. هذا ماشي استاذ وانما كيوجد الدكتوراه ديال الفيزياء في الجامعه وداير واحد الجزء من الدار ديالو كيف حال شي مركز للدعم كيعاون به راسو. المهم هذا المركز اولا المركز ديال الدعم ما كانش في القريه ديال ايهاب وانما في القريه اللي مجاوراها واللي كانت بعيده على الدار ديال ايهاب غير بواحد 2 كيلومتر.
المهم في هذا النهار ايهاب كان صايم، وباش يجيب المغرب اولا باش يجيب الفطور قال الام ديالو قبل ما يخرج بلا غادي يمشي يدير السوايع ديال الفيزيك، لكن ما غادي ياخذ لا طاكسي لا بوس، غادي يمشي ويجي على رجليه، منها يتحرك شويه ومنها يجيب الفطور. المهم الام ديالو قالت ليه اللي بغيتي، دعات معاه وخرج بحاله. بقات الام ديال ايهاب كتوجد الفطور بيد ما جا ولدها. قرب الاذان ايهاب باقي ما جا، هزات التليفون اتصلت به، التليفون كيصوني وايهاب ما كيجاوبش. الام هنا قالت مع راسها يمكن الولد مخلي التليفون ديالو سيلونسيو حيت كان كيقرا، او لا دارو في جيبو وما سمعوش. المهم ادى المغرب الدري باقي ما دخل، يعاودوا يصونيو عليه، التليفون يصوني لكن ايهاب ما كيجاوبش. صافي العائله هنا ما بقى كيبان ليهم لا فطور لا ماكله لا حتى حاجه، كل واحد هاز تليفونه وكيصوني على ايهاب من الرقم ديالو. واحد شويه الام هنا كيجاوبها واحد السيد من غير ولدها. سلام شكون انت سيدي؟ قال لها السيد سمعيني مزيان، ولدك ها هو معايا دابا، فبلا ما تعذبوا راسكم وتبقاو تقلبوا عليه، اصلا حنا برا المحافظه يعني بعاد عليكم بزاف. الام هنا غير سمعت السيد شنو تيقول بقات كتبكي وتطلف فيه، غير ما دير لي في ولدي حتى شي حاجه. السيد هنا غادي قاطعها وغادي يقول لها شوفي بغيتي ننفذ لك الرغبه ديالك وما ناديش لك ولدك، من هنا 4 سوايع ديال المكانه توجدي لي 100,000 جنيه واللي هي 21,000 درهم مغربيه. وكيفاش غادي تسلموني هذا المبلغ؟ انا غادي نعاود نتصل بكم وغادي نعطيكم ارقام التليفونات اللي غادي تحولوا فيها هاد الفلوس، اي عن طريق تطبيق الفودافون كاش، واحد المحفظه الكترونيه كيحولوا بها الفلوس لبعضياتهم. فقال لهم هاد السيد بانه غادي يصيفط لهم 17 رقم ديال التليفون، وهما كل جزء من الفلوس يحاولوا يصيفطوها ليه في رقم مختلف، لانه ما مسموحش لهم يصيفطوا 100,000 جنيه كامله في رقم واحد. الام غير سمعت المبلغ وافقات ديك الساعه، لكن من طلبات تهضر مع ولدها السيد قطع لها التليفون. المهم ديك الساعه العائله الجيران كلشي ساق الخبر بلا ايهاب تخطف، كلشي جا للدار باش يساند والدين ايهاب اللي في اقل من ساعه وجدوا الخاطف ديك 100,000 جنيه اللي طلب. لكن منين اتصلوا بالرقم ديال ايهاب باش يجاوبهم الخاطف ويقول لهم على 17 رقم اللي غادي يصيفطوا فيها الفلوس، لقاو التليفون طافي. بقات العائله كتصوني حتى الغد ليه في الصباح، والو التليفون مازال طافي، واصلا حتى واحد ما حاول يتصل بهم على قبل الفلوس. فقالوا شنو نديروا ما نديروا، صافي من الاحسن نمشيو نبلغوا البوليس. فعلا مشاو حطوا بلاغ عند البوليس، عطاوهم كاع المعطيات اللي محتاجين، من بعد حطوا التصويره ديال ايهاب في مواقع التواصل الاجتماعي وبداو كيطلبوا من الناس باش يعاونوهم يلقاو ولدهم. في نفس هذا النهار وبالضبط من مورا العصر، واحد الفلاح كان خارج من واحد القريه سميتها الفقعه، غادي يقضي شي غراض في الارض ديالو، لكن هو غادي حتى كيلقى على الجنب ديال الارض ديالو واحد الخنشه كبيره، كيف بحال دوك الخناشي ديال الثوب اللي كيكونوا قويين، هذوك اللي كيديروا فيهم قنطار ديال الزرع. المهم حلا غير واحد شويه وهو يبان ليه الصباط ديال بنادم. الفلاح هنا غير شاف هذا المنظر ويبدا يغوت، جمعوا عليه الناس حتى هما حلوا الخنشه وما لقاو فعلا الخنشه فيها بنادم، لكن ماشي جثه كامله وانما غير النص ديالها، يعني من الكرش لتحت. اما الرجلين فلقاوهم مربوطين بواحد القنبه ومجموعين في واحد الخنشه صغيره مختلفه على الخنشه الاولى، ماشي خنشه كامله وانما غير النص ديال الخنشه هما اللي لقاوها دايره بالرجلين. المهم الناس هنا اتصلوا بالبوليس اللي حضر في ساعه، دار احاطه بالمكان وبدا البحث لربما يلقاو شي حاجه اللي تكون طاحت الفاعل منين كان كينقل الجثه، لانه من الوهله الاولى عرفوا بان هذه البلاصه ماشي هي فين وقعت الحادثه. من بين دوك الناس اللي كانوا مجموعين كيشوفوا شنو كيدار، يعني شنو كيدير البوليس، كان العم ديال ايهاب حتى هو واقف تما. فمن خلال فردة الصباط ديال الجثه اللي بانت ليه غير بالصدفه، جاتو كيف حال الصباط اللي كيلبس ولد خوه ايهاب. داكشي علاش تقدم لعند البوليس، شرح ليهم الامر وطلب منهم يوريوه الجثه لربما يتعرف عليها. البوليس بطبيعه الحال وافقوا، وبالتالي العم هنا قدر يتعرف على ولد خوه ايهاب. لكن البوليس واخا هكاك كيخص باه اولا الام ديال الولد هما اللي اكدوا ليهم هادشي. فهما منين حولوا النص ديال الجثه لمصلحه الطب الشرعي، استدعاو الاب اللي بالتالي حتى هو تعرف على ولده، وباش البوليس يزيد يتاكد اكثر واكثر داروا تحليل الدي اللي طلع من الطابق ب100%، لانه كيف قلت لكم لقاو غير النص، يعني ما كاينش الراس باش يعرفوا واش هذا فعلا ولدهم ايهاب ولا لا. عائله ايهاب في هذه اللحظه
حالتهم ولات حاله. مستحيل انهم يتخيلوا شي نهار واحد في ولادهم تكون النهايه ديالو بهذه البشاعه. المهم البوليس هنا من بعد التاكد من الهويه بداو كياخذوا الافادات ديال العائله، يحاولوا يعرفوا واش عندهم شي اعداء، شي واحد تناقشوا معاه مؤخرا قالوا لهم العائله اودي راه مشاكل في حتى شي واحد وما عندنا مشاكل مع حتى شي واحد. في هذه المرحله البوليس قالوا خلينا نديروا تفريغ الكاميرات المراقبه اللي جات في هذه القريه اللي لقاو فيها الجثه واللي كان الاسم ديالها قريه الفقعه. يعني شوفوا شكون جا حط ديك الخنشه تما. فعلا من بعد مراجعه قيود الكاميرات غادي يشوفوا واحد السياره بدون ترقيم هبط منها واحد السيد ملتم لابس مخنشش، لابس الحوايج بزاف باش ما يبانش التفاصيل ديال الجسد ديالو، لاح الخنشه تما وزاد في حاله. فالبوليس منين ما نفعهم تسجيل الكاميرات بحتى حاجه داروا تعميم البحث على كاع مراكز الشرطه باش اللي بانت ليه شي سياره من هذا النوع دايزه من شي براج ولا شي حاجه يوقفها ويقلبها. من بعد استدعوا الاب ديال الايهاب، بلغوا على انه يمكن ليه يستلم الجثه ديال الابن ديالو ويمكن ليه يدفنها. فالاب هنا في هذه الحاله ما وافقش، قال لهم ما يمكنش ليا ندفن ولدي بالديتاي، خاصهم يلقاو ليه الجثه ديال الابن ديالو كامله عاد باش يقدر يدير ليه مراسم الجنازه. وبالفعل من بعد يومين قدروا يلقاو الجزء العلوي من الجسد لكن بلا راس وبلا يدين. حتى هذا الجزء حولوه لمصلحه الطب الشرعي وبالفعل صدق ديال الضحيه اللي سميتو ايهاب. المحققين هنا قدام هذه الحادثه في الاول تلفوا شويه في التحقيق. الولد باقي صغير ما عنده لا اعداء لا والو، والديه بشهاده الجميع ناس الله يعمرها دار، وحتى نقولوا ان الدري صفاها لي شي واحد. علاش هاد التنكيل كامل؟ واش الفاعل حاقد على ايهاب لهاد الدرجه؟ المحققين هنا قالوا عرفتوا شنو نديروا، اجي ناخذ الامور شويه بشويه. ايهاب فين كان قبل ما يغبر؟ كان في السوايع. واخا اجي نشوفوا ايهاب واش بصح مشى حضر لهاد السوايع ولا لا. يعني خلينا نشوفوا واش الدري تخطف قبل ولا من بعد. وفعلا البوليس ملي مشى سول الاصدقاء ديال ايهاب اكدوا ليهم على انه جا داك النهار حضر معاهم السوايع، من بعد كل واحد مشى في حاله من غير ايهاب. كان بقى مع الاستاذ على قبل ان الاستاذ هو اللي طلبها منه. يعني شنو ايهاب غادي يكون تخطف من بعد ما دار السوايع. داكشي علاش البوليس قال خلينا نبداو من البلاصه ديال السوايع، يعني من المركز التعليمي اللي كاين في الدار ديال الاستاذ. مشى البوليس للدار ديال الاستاذ اللي بدورو اكد ليهم على ان الدري بقى معاه واحد شويه من بعد انتهاء الدرس على قبل غير يقاد معاه شي حاجه، من بعد مشى في حاله حتى كيسمع الدري ما بقاش رجع لدارو. فالبوليس منين سال الاستجواب ديالو مع الاستاذ بدا كيدير واحد التفتيش خفيف غير بعينيهم بلا ما يخليو الاستاذ يلاحظ شي حاجه، لانه ديك الساعه ما عندهمش اذن بالتفتيش. ومن حسن الحظ ان هذه الخطوه كانت مزيانه من طرف البوليس، لانه واحد من المحققين غادي يلاحظ على انه تحت المكتب ديال الاستاذ مليوحه واحد الطرف من شي خنشه تماما كيف حال الخنشه اللي لقاو فيها رجلين. عقلتوا عليها؟ فالمحقق هنا منين هز الخنشه وبدا كيقلب فيها غادي تبان لي فيها شي اثار من الدمايات. البوليس هنا غير شاف هذا الشيء ديك الساعه صيفطوا الخنشه للمختبر الادله الجنائيه باش يدار عليها فحص الADN ويشوفوا واش هاد الخنشه هي فعلا الكماله ديال الخنشه اللي لقاو فيها رجلين. مختبر الادله الجنائيه غادي يجاوبهم راه نفس الخنشه، وحتى الاثار ديال الدماء اللي لقيتو عليها راه ديال ايهاب. من بعد هاد النتيجه الاستاذ غادي تعتقل ديك الساعه، وبطبيعه الحال واخا واجهوه بالادله غادي يبدا ينكر المساله. واصلا حتى الناس والوالدين ديال ايهاب فاش ساقوا الخبر حتى واحد ما طاق بلا الاستاذ غادي يكون هو مول الفعله، لانه اصلا هاد الاستاذ من نهار غبر ايهاب ورجليه برجلين باباه، ما خلى حتى بلاصه ما مشيش يقلب معاه فيها، حتى هو كان قلبه محروق على ايهاب. مشى معاه في الوقت اللي مشى الاب ديال ايهاب يحط بلاغ باختفاء الابن ديالو، كان معاه في الوقت اللي استدعوه البوليس باش يتعرف على الجثه ديال ولده. وحتى انه في هذا الوقت منين تعلن على الوفاه ديال ايهاب الاستاذ من كثرة ما حزن عليه حط واحد البوست في الفيسبوك وكتب عليه رحمك الله رحمه واسعه وجعل مثواك الجنه واذاق من فعل هذا البلاء في الدنيا والاخره. وحتى البوليس استدعى الاستاذ شحال من مره لمركز الشرطه وحقوا معاه، حيت كان هو اخر شخص شاف ايهاب، والاب ديال ايهاب بنفسه
هو اللي كان كيمشي معاه لمركز الشرطه، يعني هو اللي كان كيمشي مع هذا الاستاذ، كان كيمشي معاه كدعم منه ليه، على اساس اننا عارفينك وتايقين فيك بانك ماشي انت هو منفعل. لكن البوليس فاش غادي يبدا يضغط على الاستاذ ويواجهوه بالادله، في الاخير غادي يعترف ليهم انا هو اللي درت في الولد ديك الحاله، لكن عن غير قصد. الاستاذ غادي يقول البوليس على انه مدمن قمار الكتروني كيقمر سوغ انترنت، وفي الفتره الاخيره خسر بزاف. السبب اللي غادي يؤدي به لانه يتسلف بزاف ديال الفلوس، والمبلغ اللي ولاو كيسالوه الناس ولا اكثر من 250 الف جنيه، اي اكثر من 52 الف درهم مغربيه. الاستاذ غادي يقول البوليس ان الوضع المادي ديالو في الاونه الاخيره ولا تحت الصفر، ومن بعد ما بدا يفكر لقى الحل الانسب ليه هو ايهاب هو الولد الوحيد اللي عند والديه، وحتى من عائلته لاباس عليها، يعني يقدروا يخلصوا الفديه على الابن ديالو. داكشي علاش داك النهار اللي كان كيدير فيه الدراري السوايع من بعد ما سال الدرس طلب من ايهاب يبقى معاه على شي غرض. فالتلامذ الاخرين من بعد ما مشاو في حالهم والاستاذ استفرد بايهاب، هجم عليه، ربط ليه يديه ورجليه وجلسوا فوق واحد الكرسي. وعلى حسب الصوره ديال ايهاب واخا يبان لكم في التصوير على انه كبر من السن ديالو، الا وانه راه في العمر ديالو غير 15 عام، اما الاستاذ راه في العمر ديالو 26 عام. المهم الاستاذ فاش قرر على انه يدير واحد الفيديو قصير للعائله ديال ايهاب فين يبان هذا الاخير على انه كيستنجد بالعائله ديالو باش يعطيو لهذا السيد داكشي اللي بغا. فالاستاذ هنا منين كان داير الموس على العنق ديال ايهاب، الاستاذ غادي يقول للبوليس ان ايهاب بقى كيتحرك بالزربه، داكشي علاش بلا ما الاستاذ يقصد قاصو بالموس في عنقه وتوفى الولد، يعني تسبب في الوفاه ديالو بالغلط. والاستاذ ملي شاف داك المنظر قدامه تلف، ما عرف ما يدير، عيط على واحد صاحبه نجار، عاود ليه شنو كاين، عاود ليه على المصيبه اللي طاح فيها وبالله راه محتاج المساعده ديالو باش يتفك منها. قال ليه النجار واخ انا غادي نجيب المنشار ديال الضو ديالي ونجي لعندك دابا. فهو في هذا الوقت هي فين هضر مع العائله ديال ايهاب وطلب منهم الفديه، لكن من بعد علاش طفى التليفون ديالو الله اعلم. وهذا السؤال راه من اهم الاسئله اللي طرحات في هذه القضيه، وكاينين اسئله اخرى غادي نبينهم لكم دابا منين نسالي القصه. المهم من بعد ما الاستاذ اعترف بداكشي اللي دار قام بتمثيل الواقعه هو والنجار. من بعد حاولوا البوليس يعرفوا منه فين دار الراس واليدين ديال الجثه، لكن كل مره يقول لهم بالله لاحهم في هذا القادوس حاشاكم، لاحهم في الاخر، وراه لحد الساعه راه باقي ما تلقاوش. والسيد راه ما باغيش يقول لهم هذا الشيء رغم انه تم ثبوت الاتهام ديالو بجنايه التصفيه مع سبق الاصرار، ونهار 21 ماي اي في هذا الشهر غادي يتم النطق بالحكم النهائي واللي غادي يكون بطبيعه الحال هو الاعدام. فمن خلال الاحداث ديال القصه اكيد غادي يكون طاح في بالكم بزاف ديال الاسئله، واللي اولها كيفاش استاذ وطالب جامعي كيوجد الدكتوراه ديالو في الفيزياء يقترف كيف حال هاد الاخطاء، خصوصا ملي قال البوليس على انه ما كانش ناوي يصفيها للدري، كان ناوي ياخذ غير الفديه ويطلقو. اذا في حاله انك خديتي الفلوس وطلقتيه، على هاد الولد ما غاديش يمشي يبلغ بيك، ما غاديش يعاود لوالديه شنو كاين، حيت هاد الحاله كتطبق غير على الوليدات الصغار اللي السن ديالهم كيكون تحت 3 سنوات، ماشي على ولد عنده 15 عام. واخ في الوقت اللي طلبتي الفديه علاش ما طلبتيش شي مبلغ اللي يقدر يغطي الديون ديالك واللي صرحتي به قدام المحققين على انه كيفوق 250 الف جنيه؟ علاش طلبتي فقط 100 الف جنيه، مبلغ اللي ما كيوصل حتى للنص ديال الكريديات اللي عليك؟ واخا انه كان عارف ان الحاله الماديه ديال العائله ديال ايهاب ميسوره هذا الحال ويقدروا يوجدوا ليه هذا المبلغ في البلاصه. السؤال الاخير كيتعلق بطريقه تحويل الاموال. هاد السيد ما لقى حتى شي طريقه اخرى من غير هادي، على هو ملي غادي يعطي هاد الارقام كامله لعائله الضحيه البوليس ما غاديش يحدد الموقع ديالو من خلال شي رقم من هاد الارقام؟ اذا واش بصح الاستاذ اختطف الدري لغرض الاموال ولا لشي حاجه اخرى؟ واش تقدر هاد القضيه تكون عندها علاقه بالقضيه الاولى ولا لا؟ يلا انا نتسنى التعليقات ديالكم، نشوفكم في الحلقه الماجيه ان شاء الله واللي غادي تكون نهار الجمعه. بسلامه.